كنت داخلة أنام. شفت فيديو لآية أبو جبل جابولة العسولة بتقول أنا أسفة لنفسي، أسفة إني رديت على ناس وعملت سعر، كذا سعر. لقيتها فعلا الدموع في عينيها وبتتكلم على إن هي إنسانة مش متعلمة، ما حلفهاش الحظ إنها تكمل تعليمها وكده. و... وقالت وجهت الكلام: ما تلومنيش إن أنا دخلت علاقة وفشلت، ده مش ذنبي. وما تلومنيش ان انا ما كملتش تعليمي، واني انا شايله الجبل كبير جدا والدنيا ياما ادتني في وشي، وانه اللي هي بتعمله في شباب بشنبات ما يقدروش يعملوه، بياخدوا مصروفهم من اهاليهم بيدوه لبنات تانية. خليني اقول لك يا آية، الكلام اللي انت قلتيه كله زين العقل، و... وانت قلتيها، انت اللي عملتي ليهم سعر. خليني اقول لك: تقيس الناس بمعاملتهم لرب الناس مش للناس اللي حواليهم. كده كده انت مش هتعجبي الناس، كده كده طول ما انت ناجحه مش هتعجبي حد، هيبقى في غل وحقد وكره وغيره واستكتار. وطبعا فاكرين ان انت بتنامي عريش نعام وتصحي من عريش نعام، ومعلكيش ديون، معلكيش التزامات، معلكيش فلوس، معلكيش هم ما يتلم. فكده كده هما شايفينك بصوره معينه ان انت حاجه فوق الريح، وما خفي كان اعظم. فاكرين ان الشويه اللي بتعرضوا قدام الكاميرا كان مني او منك او من بنتي، ان احنا عرضنا حياتنا كده على العام، فاحنا ناس مترفهين. ان هم ما يعرفوش انه معظم الحاجات اللي بتتعرض بتكون شغل، ويعني ما عدوش فوق الريح يعني كمان. يعني طول ما تمشي في الحلال بتبقى الارباح، يوم ما توسع انت فاهمه بيبقى فيه ايه. طيب، اولا قلتي التعليم دي مش مشكلتك ان انت ما كملتيش تعليم والكلام ده كله. انا عمري في حياتي ما عاملت الدكتور احسن ما عامل الله يعزك عامل النظافة. في النهاية انا بعامل الاسلوب. ما هو ممكن يكون دكتور اسلوبه وحش، قلبك يتخض لما تشوفيه متكبر متعجرف، اسلوبه وحش، وتشوفي عامل النظافة تلاقيه بيحترمك وبيقدرك وبيكلمك كويس، وتحس ان انت جبر خواطر فيه حاجة كده حلوة، حاجة كده لله. فهنا البني ادم هو اللي بيجبرك تعامليه بالاسلوب بتاعه. طيب انت لو مش شجره مثمره وشجره ما في كيس ثمار مفيد، يعني هم مش استفادوا من ورا مشاهداتك ولايكاتك وحاجات ديت، هيحدفوكوا بالطوب. هل حتف الطوب زي حتف البوس؟ لا طبعا، الطوب مؤلم، الطوب مؤلم. فعشان يطولوكي ويوجعوكي وتطلع ترد عليهم فلازم يحدفوكي بحاجه قويه. انتي عامله زي خالتك ام كريم زمان لما كنت في 2019، عشان كنت بتكلم الحق وبقول كلمه الحق ما بعجبش ناس كتير جدا. ما هو غسيل المخ مش جايب معايا والكلمه ما بتجيبش معايا، فنعمل ايه؟ نسوق في سمعتها ونسوق في سيرتها ونقعد نخبط فيها، وانا ازعل واكتئب وكده واغيب فتره عن السوشيال ميديا بسبب الاكتئاب والحزن ده. خليني اقول لك يا آية، من بشائر رب العالمين انه توعد للظالم، لان ده يعتبر ظلم لما حد يأذيك ويخبطك وانتي حد سالم من ده كله، لمجرد انه عايز يعلي ريتش على قفاكي. عايز اقولك الظالم ده اللي خطط واللي نفذ واللي فكر واللي قرر واللي عارف واللي ساكت، كلهم هيتحاسبوا على قهرتك وعلى دمعتك وعلى حزنك وعلى زعلك، حتى لو ما كنتش شاكت لرب العالمين، حتى لو كتمت في قلبك وما اتكلمتيش او ما قلتيش. بس هيروح ده كله في حالة واحدة: مالكيش حق عند ربنا لو خدت حقك بلسانك. خليكي دايما مفوضه امرك لرب العالمين. لما حد يجيب في سيرتك افتكري انه انت عندك ملك، لو شافك ما خدتيش حقك بدراعك. اصل هو في ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. طيب هي بدت وانت رديتي، فانت كده خلاص مالكيش حق عند رب العالمين. لكن لو سكتتي واحتسبتي وسبتي عند ربنا، تلاقي ربنا جاب لك حقك تالت ومتوت، تالت ومتلت. هو المعز المذل، زي ما هو بيرفع ناس ممكن ينزل ناس، وممكن ناس تبقى تحت تترفع فوق. فخليكي دايما مع الله احسن لك. طيب، انت قلتي ان الشهادة يعني انا حاسه انك حزنانه ان انت ما عندكيش تعليم عالي. تصدقي وتامني بالله انا يمكن تعليمي اقل من تعليمك. الناس كلها بتحترمني وبتقدرني وبتفكرني ومخلصه جامعه، لاني لمجرد ان عندي ثقافه عامه ما خدتهاش في المدرسه. ما خدتهاش في المدرسه. انا ما طلعتش من تعليم عشان فاشله، انا طلعت عشان اتجوزت واخترت ان انا ادخل في سنة الحياة، ومش باختياري، ده بقرار رب العالمين. ده كله تيسير وتوفيق من عند رب العالمين. حاجات بتكمل وحاجات ما بتكملش، ده كله من عند رب العالمين. لا تسعي ولا تحزني، اللي مكتوب لك ومقدر لك هيحصل. هي الدنيا كده، ده اللي انا اقدره لك. انتي ما تزعليش على العلاقة ما كملتش، ما لو خير لبقيت.
وايه اللي عرفك انها ما كملتش؟ ما هي يمكن ترجع وتكمل، انت ما تعرفيش حاجه. اللي في الغيب عجيب. تعودي دايما، ما دام الشيء انت عملت اللي عليكي تالت ومتلت وانتهت، ومش مفتعله منك او منه، صدقيني ربنا هيجمعكم تاني. ولو ما جمعكوش هيجمعكم باللي احسن. لكن انت مالكيش قرار في كده. لا اللي اتجوزت ساعت، ولا اللي اتطلقت ساعت على تخرب بيتها، ولا اللي تلاقوا كان بميعاد، ولا اللي فارق كان بميعاد. كلها اقدار وبتحصل. ودينا في رحله وبنتقابل في المحطات، وناس بتطلع وناس بتنزل، ودينا ماشيين والدنيا مكمله. اللي عايزه اقوله لك يا بنتي، افرحي وانبسطي ان في ناس بتحبك. في ناس لما تيجي تنتقدك ما بتلاقيش غلط عندك، بتقول لا البنت كويسة. معلش بتقولي لفظ شبه الفاظ تانية زي بنات تانية، حاولي تشيليه بس للتحفظ مش اكتر ولا اقل، عشان الرقابة. لكن انت كبنت جميلة، انت فيكي قبول، فيكي شطارة، فيكي ذكاء، فيكي مخ. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك يعني عليكي. ففعلا انت تقدري تديري دولة مش تديري بيت. اللي بتعمليه ده والناس فاكرينك عشانك على السوشيال ميديا ان قيمتك بتقل، صدقيني هيجيلك اللي يعرف قيمتك تالت ومتلت، وهو اللي بيدور عليك للحين. هو اللي الحين بيدور وينها وينها وينها، زي ما انت ساعات بتحلمي بفتى احلامك. هو فين؟ هيجي. وهيجي والله في وقت، وتقولي خالته قالت هيجي في وقت اللي ربنا مقدره ليكي. تعرفي، لو كان خير دلوقتي هيجي دلوقتي، لو خير بعد سنة هيجي بعد سنة. ربك بس لوحده اللي بيعرف الخير. خليني اقولك، عاملي الناس بعقولهم مش بمكانتهم. المكانة الوحيدة اللي تستحق من غير منها هي علاقة العبد بربه. لما تشوفيه بيصلي أول المصلين، لما تشوفيه بيزكي، لما تشوفيه بيصوم، لما تشوفيه بيصحى على الفجر، لما تلاقيه بيصلي صلواته ما بين الأذان والإقامة، لما تشوفيها بنت نظيفة. غيري من النظافة. أنا معاكي إنك تغيري، تبقي يعني أكتر منها تجتهدي إنك تكوني قريبة من رب العالمين. أما اللبس والقلع والحاجات دي كل الناس بتلبس، ومهما تلبس عشان ترضي الناس عمر الناس ما ترضى، والناس عمرها ما تسكت، ولسانه بيتكلم. وطول عمري بقول يا ريت الكلام يطلع بكارت الشحن نحطه في الراس عشان الناس توفر الشحن ما تتكلمش وتسكت. كان ارتحنا والله العظيم كده ارتحنا. وهرجع واقول لك، لو احنا هنتحاسب من الناس يبقى كلنا هنموت اعدام. لكن طالما رب الناس اللي بيحاسبنا، فانت اتعاملي مع ربنا. اللي يتكلم نفضيله، علي هرمون الطز عندك. هذا الكلام بقوله لبناتي وبقوله لكل بنت موجودة على وجه الكرة الأرضية. لو ما إنك أحسن منهم ما كانوش اتكلموا عليكي. في حد بيتكلم على حدا عابر ماشي في الشارع؟ لا. لكن لما يكون مؤثر وبيجيب فايدة من وراه بنتكلم عليه، صح ولا لا؟ بالمناسبة، حان الذكر ان انا اقول ان الفيديو ده اصلا ممكن ما يتشافش. ممكن الفيديو ده ما يتشافش اصلا، بس يكفيني ان انا حاسه ان انا بكلم نفسي قدام المرايه وبقول اللي جوايا. فانت عسوله لجبينك الحلو، واقول لك يا بنتي، ربي يحفظك ويسعدك ويعينك ويرضيكي زي ما انت مراضيه اهلك وبره بيهم، ويراضي بنتي زي ما هي مرضياني وبره بينا. والله يعينك ويعينها ويعين اللي زيك ويكفيكوا شر العباد. و... ومش محتاجه تبرير. كفايه ضحكتك قدام الكاميرا، وفضلي اضحكي، فضلي اضحكي، اضحكي على كل اشي قدامك. واشوفك على خير، واستودعتك الله.